نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم سير وأعلام في جزء عامة المبارك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو برنامج تفاعلي يتكلم ويتحدث عن السير والأعلام والمناسبات والتطبيقات العملية التي نحتاجها في يومنا وليلتنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وها نحن نحط رحالنا في سورة المسد، في سورة المسد ابتدأها سبحانه وتعالى بقوله: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وسنتكلم ونتحدث عن أبرز العلم في هذه السورة، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب وامرأته أم جميل. وسيدور الحديث في هذه الحلقة عن التعريف بأبي لهب وزوجته أم جميل، ومن مواضيع الحلقة كذلك صور من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنتحدث عن حب الصحابة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا وليس آخرا نتكلم عن وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيقات العملية في حياتنا. فأبو لهب، من هو أبو لهب؟ أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وهو الأخ غير الشقيق لوالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب، ولكن الاسم الأشهر له أبو لهب. وأطلق عليه أبو لهب نظرا لوسامته وإشراقة وجهه بسبب احمرار وجنتيه. وموقف الأقربون لابد أن يكونوا نصرة لذويهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه بعمه أبو لهب، وكان أشد عداوة على النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه. فكان أبو لهب أول من أعلن عداوته للإسلام لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، ولم يكتف بالمعارضة الصريحة، ولكنه كاد للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبب مناسبة هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا، وصعد على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ذات يوم وقال: يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش، قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وفي رواية: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى
تبت يدا أبي لهب وتب، أي خاب أبو لهب وخسر، وامرأته إلى نهاية السورة. وأما امرأته وهي أم جميل أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان. أبو سفيان معروف من صناديد قريش، من كبار صناديد قريش، وكان يضمر للنبي صلى الله عليه وسلم عداوة وأذى. وأم جميل وهي زوجة أبي لهب تربطها بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة قرابة ونسب، فهي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن ابنيها عتبة وعتيبة كان متزوجان من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وليس هذا فقط أعزائي المشاهدين، لقد كانت جارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيتها ملاصق لبيت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أعزائي المشاهدين، ما للجار من أهمية كبيرة في الجاهلية وفي الإسلام، لكنها كانت عكس ذلك. فكانت أروى بنت حرب خبيثة ذات خلق سيء ولسان صليط، وكانت تساعد زوجها على الكفر والعناد والتكذيب، وكانت تشيع النميم بين الناس وتثير الفتنة والبغضاء. وأما أذيتها للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت تضع له الشوك في طريقه صلى الله عليه وسلم، في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وما علمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كما أنها خرجت ذات يوم تحمل حجرا في يديها، حجرا، وذهبت إلى صوب الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فأقبلت فأعمى الله بصرها، فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لئن رأيته لأضربنه بالحجر، لقد سمعت أنه قد هجانا أنا وزوجي. ثم ولت، فقال أبو بكر، نظر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، ما رأتك يا رسول الله؟ قال: أما والله قد أعمى الله بصرها. وكانت تمتلك قلادة ثمينة تربطها حول عنقها، وقد حلفت باللات والعزى بأن تبيعها وتنفقها على أذية النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أنزل في شأنها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. وامرأته ذات لهب في جيدها حبل، أي في عنق حبل من مسد من النار، أعاذنا الله وإياكم. هذا ما كان سبب هذه السورة والعالم الذي كان في هذه السورة، وهو أبو لهب. أبو لهب، ولم يذكر اسمه في كتاب الله عز وجل إلا في هذا الموضع. ولنتحدث بعد ذلك عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وتاريخ العداوة بينه وبين المشركين في بداية رسالته. أولا، الحرب والإيذاء المعنوي للنبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية رسالته، استخدم المشركون السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كي يثنوه عن دعوته، فاتهموه بالجنون تارة، وبالسحر تارة، وبالكذب تارة. وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الاتهامات الباطلة، فقال سبحانه وتعالى حكاية عنهم: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال سبحانه وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال ربنا سبحانه وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم محبه وحبيبه، فقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا كان ديدنهم أهل الكفر والنفاق والمشركين
وسائلهم واحدة تتكرر في كل زمان ومكان مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. بل قالوا عن كلامه سبحانه وتعالى أضغاث أحلام، وقالوا عن كلامه إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا عن كلامه سبحانه وتعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي تحريف، كناية عن تحريف النبي صلى الله عليه وسلم. وظلوا يروجون الدعايات الباطلة والكاذبة عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه في نفسه وفي عقله، فما كان منهم إلا أن حاولوا بكل قوة. وحديثهم كذلك من الحكايات التي حكاها الله سبحانه وتعالى عنهم، قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي تحدثوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. أي لما يتلو كلام الله سبحانه وتعالى، لما يتلو النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو كلام الله سبحانه وتعالى ويصدح به على الكفار، ويصدح به في آناء الليل وأطراف النهار، ويصدح فيه عند صحن الكعبة وعند الطواف وعند الصفا وفي الطرقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدح بهذا النور المبين. فماذا قالوا؟ قال الله سبحانه وتعالى عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي لما يتلو محمد هذا الكلام تكلموا بأحاديث كثيرة أثير الضوضاء، أثير الشغب، أثير الفتنة لعلكم تغلبون، وفي أنفسهم بأنهم سيغلبون. ومن حربهم استقبال الناس وتحذيرهم من النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أعزائي المشاهدين بأن مكة هي مهبط الوحي، وأفئدة الناس تهوي إليها من قديم أو حديث. حتى في الجاهلية كان الناس يقصدون مكة للبيع والشراء، وكذلك للطواف، وكذلك للحج كل سنة. هذه كل الشعائر وهذه كل الطقوس كانت تعمل في الجاهلية، وأما في الإسلام فهي عبادات وشرائع. فكان الناس يقصدون مكة، فكان من أساليبهم وكذبهم أنهم يترصدون للناس في الطرقات وفي أطراف مكة، أي نفر أتى يقولون له لا تسمع لهذا النبي، لا تسمعوا لهذا الرجل الذي خرج فينا فإنه كذا وكذا وكذا سيفسد قومك. بل يقصدون أمراء القبائل وأمراء القوم. ومن هؤلاء الطفيل ابن عمرو الدوسي، وكان شاعرا لبيبا من قبيلة دوس وهو رئيسها. قدم مكة فاستقبله أهلها قبل وصوله إليه، وبذلوا له أجل تحية وإكرام، وقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيء. كأن مقولتهم مقولة فرعون عن موسى عليه السلام. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، دعوني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يظنون أنهم مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فماذا فعل الطفيل؟ قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، بل بلغ منه الطفيل رضي الله تعالى عنه وأسلم بعد ذلك حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا أي قطنا فرقا خوفا من أن يبلغني شيء من قوله. قال فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقمت قريبا منه
فأبى الله تعالى إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا إلى أن قال: فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، وشهدت شهادة الحق. أسلم رضي الله تعالى عنه. وها هو ضماد الأزدي، وكان يرقي الناس. قدم مكة فسمع سفهاؤها يقولون أن محمدا مجنون، فهذا الرجل أخذته الحمية في نفسه بحكم أنه يرقي الناس ويشفيهم برقيته كما يزعم، فسمع الناس يقولون أن محمدا مجنون، فقال: لو إني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، أي هذه الرسالة التي في روح النبي صلى الله عليه وسلم، والنور هو ريح وكأنه مس. فقال: يا محمد، إني أرقي من هذا الريح، فهل لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعنفه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وقال: إن خطة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رضي الله تعالى عنه. هكذا كان ديدنهم المشركين والكفار في كل زمان في كل مكان، يرصدون الناس على الطرقات ويبثون الإشاعات ويروجون الفتن والأقاويل والأكاذيب. كذلك من إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم الإيذاء الجسدي، وهو أشد وأنكى. والأعجب من ذلك من الإيذاء الجسدي صبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو أن أحدكم أتى إليه رجلا أو امرأة وهو كان يدعوها إلى الإسلام، فضربته ضربا شديدا أو ضربه ضربا شديدا مبرحا، هل كان سيرد ويدافع عن نفسه هذا الداعية أم يصبر؟ فإن صبر فتلك مقام الأولياء والصالحين، وإن لم يصبر فهذا هو ديدن بني آدم أن يدافع عن نفسه. أعجب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في جسده أشد الإيذاء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه. هذا المشرك الهالك الشقي وضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقة شديدة، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكب هذا الشقي ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة ابن أبي معيط بسلى جزور. وسلى الجزور هو أكرمكم الله وأعزكم هو القاذورات وروث الحيوانات والبهائم، فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وكان نبينا ساجد، فلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى جاءت بنته فاطمة فأخذته عن ظهره وألقته ودعت على من صنع ذلك. وفي هذا الرجل أنزل أي هذا الهالك عقبة ابن أبي معيط: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلان،
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن صور الإيذاء الجسدي للنبي صلى الله عليه وسلم ما قام به أهل الطائف، إذ ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين المبرأة الصديقة بنت الصديق كانت تظن أن أشد يوم على النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم أحد، غزوة أحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام ودخل المغفر إلى وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وتألمت ركبته صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كانت تظن أن ذلك أشد يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فلم أستفق. مشى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما مغتما من صدود الناس عن دعوته عليه الصلاة والسلام، ولم يبالي من صدودهم، وإنما يبالي بأن الله لم يهدهم. فاستفقت مهموما فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، أي النبي صلى الله عليه وسلم استفاق في منطقة قرن الثعالب وهي تبعد 60 ميلا عن مكة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ماشيا على قدميه 60 ميلا مغموما حتى بلغ قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل، أي الملك جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، تعلمون مكة بين أودية وجبال، والأخشبين هما جبلين عظيمين، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة فيما يبدو للناس بأنه سيدعو على قومه بالهلاك لما وجد منهم النبي صلى الله عليه وسلم من صدود وإيذاء بلفظي وجسدي وغير ذلك. فما كان من القلب الرحيم: لقد جاءكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الطائف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمعوا عليه، فكانوا في صفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر من وسطهم ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عراقيبه صلى الله عليه وسلم فخاضت بالدماء: بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قدم على قدميه من مكة إلى الطائف مسيرة 60 ميلا، ليس معه إلا زيد بن حارثة يسير في صحراء قاحلة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان.
يقول الله تعالى في محكم تنزيله من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية هما محض احتياج المرء في كل أموره، في دينه وفي دنياه وحتى في آخرته. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن نحن عامة الناس قد يصعب علينا فهم الآية أو يستشكل علينا معنى الحديث، وهنا يأتي دور العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاؤه. فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل أموركم ومسائلكم الفقهية والحياتية وغيرها، مع كوكبة من علمائنا الأجلاء، فكونوا على الموعد. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا. عدنا لكم، والعود أحمدي. من سعادة العبد أن يرزقه الله سبحانه وتعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته أصل من أصول الدين، ولا يكتمل إيمان العبد إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده ومن نفسه والناس أجمعين. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا
ومن الماء البارد على الظمأ هو المقدم في نفسي على نفسي وأهل بيتي وأحبابي وخلاني. كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدافعونه ويبذلون أموالهم وأنفسهم ومهجهم رخيصة بين يديه الشريف صلى الله عليه وسلم. وسنذكر بعض النماذج من السيرة وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، فرضوان الله تعالى عليهم هم الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا حد الارتواء منه صلى الله عليه وسلم. فها هو نذكر حبه وصاحبه وخليله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. من ذلك أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خلص النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين عند الكعبة، كما حدث عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وسئلت السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها الصديقة السؤال نفسه: ما أشد ما رأيت المشركون بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان المشركون قعدوا في المسجد، أي في مكة عند الكعبة، فقعدوا يتذاكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم، فبينهم كذلك إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه بأجمعهم، فأتى الصريخ أي النجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن الحق بصاحبك، أن أدرك صاحبك. فخرج من عندنا أبو بكر الصديق وإن له لغدائر 4 وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فلهوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأبرحوه ضربا، فخرج إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه، أي ضربوه ضربا مبرحا إلى درجة بأن شعره الصديق رضي الله تعالى عنه يخرج في يديه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أدمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى لا يعرف وجهه من ملامح وجهه من كثرة الدماء، فلما أفاق في المساء قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسى نفسه. حمل الصديق رضي الله تعالى عنه إلى بيته وهو مضرج بالدماء من كثرة الضرب، ولا تعلم ملامح وجهه رضي الله تعالى عنه. ولما أفاق يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك خدمة أبو بكر وتفانيه للنبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخرج من مكة إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استوطن في غار ثور، فما كان من الصديق رضي الله تعالى عنه إلا أن استنفر كل ماله وأهله، فأمر أحد بناته أن تأتي بالطعام، وأمر أحد أولاده الذكور أن يأتي بالخبر من قريش صباحا ويأتيهم مساء يعطيهم الخبر، وأمر مولا عنده أو راعيا عنده بأن يأتي بالغنم ويسرحها إلى أن تصل إلى غار ثور ليمسح الآثار حتى لا يتمكن الراصدون والمتعقبون للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله جند نفسه أبو بكر الصديق لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من حبه الصديق رضي الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي الصديق رضي الله تعالى عنه تارة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتارة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلفت يمنة ويسرة ومن الأمام ومن الخلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما بك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله أتذكر الرصد وأتذكر الخبر.
كذلك من حبه الصديق رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن لما أراد أن يدخل إلى الغار، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: مكانك يا رسول الله، أستبرئ الغار. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليرى هل فيه حية، هل فيه حيوانا أو بهيمة، أي شيء يخاف أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن المكان مهيأ للدخول، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله تعالى عنه. وأما الصحابة فحدث ولا حرج من كثرة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتنوع النماذج. فمن ذلك أن الصحابة كانوا يستترون النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين مخافة عليه، وذلك في عمرة القضاء قبل فتح مكة في ذي القعدة في السنة 7 من الهجرة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى مكة للعمرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسترون النبي صلى الله عليه وسلم ويخافون أن يرميه أحد من المشركين. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. من ذلك حافظت الصحابة وحبهم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فنجد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويبنون له عريشا ليكون فيه يرقب المعركة عن بعد، فإن كانت الأخرى ركب إلى المدينة، وإن كان النصر بقي مع الصحابة. فعن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: يا نبي الله، ألا نبني لك شيئا؟ ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا. الحديث. أما في غزوة أحد فقد تزاحمت صور المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وغزوة أحد أعزائي المشاهدين مليئة بصور ومشاهد التضحية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعركة التي أوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، أعني الإيذاء الجسدي للنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك في غزوة أحد قال الواقدي: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وخرج بأصحابه في موكب مهيب، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 أرماح، فعقد 3 ألوية، فدفع لواء إلى الأوس، فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير، ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر بن الجموح ويقال إلى سعد بن عبادة، ودفع لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أو مصعب بن عمير. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بفرسه فركبه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القوس وأخذ قناة بيده، والمسلمون متلبسون السلاح قد أظهروا الدروع فيهم 100 دارع. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج السعدان، أعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، كل واحد منهما دارع والناس عن يمينه وعن شماله حتى سلك على البدائع. فلما أقبلت المعركة مشهد من مشاهد التضحية في غزوة أحد قتال طلحة ابن عبيد الله، قتال طلحة ابن عبيد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون، أي وصل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12 رجلا من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ أي من يصد هؤلاء المشركين؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما أنت، لا تتحرك مكانك.
فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه حتى قتل. ثم التفت إلى المشركون فقال صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. قال: كما أنت، أي لا تقاتل، اصبر. فقال رجل من الأنصار: أنا. قال أنت. فقاتل حتى قتل، حتى قتلوا جميعا، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قتال 11 حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. فقال طلحة: حس أو حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة. قال قيس ابن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاء مشلولة، ووقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقال موسى ابن طلحة: قال: لقد رأيت بطلحة 24 جرحا جرحها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الواقدي: سئل طلحة: يا أبا محمد ما أصاب إصبعك؟ قال: رمى مالك بن زهير الجشمي بسهم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سهم لا تخطئ، فوضعت يدي فاخترقت أصابعي. وقال: قلت حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لدخلت الجنة، أو لدخل الجنة والناس ينظرون. من أحب، قال عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل يمشي في الدنيا وهو من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. طلحة ممن قضى نحبه. هذا صحابي من الصحابة الذي يعني وردتنا آثارهم ومآثرهم في تلك الغزوة. كذلك من ذلك من النساء امرأة تسأل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن مصابها العظيم. هذه امرأة من بني دينار، أصيب زوجها وأخوها وأبوها في تلك المعركة، لكنها عندما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما سلت عن مصيبتها. عن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة بعدك جلل، تريد صغيرة. كذلك من ذلك قتال أم عمار رضي الله تعالى عنها دون النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من النساء. كذلك من الصحابة الذين في تلك المعركة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ببسالتهم ودفاعهم وحبهم له صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه. عن يحيى بن سعيد قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال له الرجل: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. ومن ذلك كذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه، يضرب لنا أروع الأمثلة. صلب هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فلما رفعه المشركون على الخشبة ليصلبوه نادوه وناشدوه: أتحب أن محمدا مكانك وأنت في بيتك؟ فقال: لا والله،
ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه. وفي رواية والله ما أحب أني بين أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه تشوكه شوكة. فقال بعضهم أسرت قريشا مسلما في غزوة فغدا بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. هكذا كان حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما ثوبان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وفيه أنزل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال البغوي في تفسيره نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب له للنبي صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه، أي لا يصبر ألا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته وفي يومه، لا تنام عينه ولا تكتحل عينه إلا برؤيته صلى الله عليه وسلم. فأتاه ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير لونه، يعرف الحزن في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير لونك؟ فقال يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أراك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف أني لا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فنزلت هذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن الشباب الذين يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في غزوة أحد، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يحكي لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، وليس أحد، يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، أي صغار في السن، هؤلاء الصحابة صغار في السن اللذين كان عن يمينه وشماله. فقال فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلعي منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم. قال وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت لهم ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله، وقضى بسلبه إلى معاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان هما أو الصحابيين هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، رواه البخاري. وأخيرا نختم بوسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيقات في حياتنا. من وسائل نصرته عليه الصلاة والسلام وحبه استشعار محبته صلى الله عليه وسلم، كذلك الالتزام بالتأدب مع كلامه صلى الله عليه وسلم ومع سنته، كذلك كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام، كما قلنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. كذلك من حبه ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم قراءة سيرته وتعليمها لأنفسنا وأبنائنا ومن نحب ومن المسلمين أن نعلم سيرته في كل مكان وزمان. كذلك الفرح بظهور سنته صلى الله عليه وسلم بين الناس، والحزن والاختفاء لبعض سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك بغض منتقدي النبي صلى الله عليه وسلم أو سنته أو أهل أو الصحابة أو الصالحين أو السلف الصالح الذين ينتقدونهم نبغضهم. كذلك محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تربية الأبناء على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تشجيع الأبناء على حفظ الأذكار النبوية وتطبيق ذلك في حياتنا، ووضع مسابقات أسرية إلى غير ذلك من نصرته عليه الصلاة والسلام. قولوا معي أخيرا: قولوا معي فخرا لأعظم مرسل بالشر ندد: إنا نحبك يا رسول الله حبا لا يبدد، فلتشهدي يا أرض هذا والسماء والكون يشهد. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأخيرا: ما هو أثر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم في حياتك وفي ليلتك وفي يومك؟ هذا ما ننتظره أعزائي المشاهدين من مراسلاتكم ومشاركاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الفضائية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا.